اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. شرب الماء هو عادة صحية مهمة للحفاظ على صحتنا، فالماء هو جزء أساسي من أجسامنا ويشارك في التنفس والهضم وامتصاص المواد الغذائية ونقل العناصر الضرورية إلى الخلايا، ويجب أن نشربه بطريقة صحيحة ليكون فعالا في أداء هذه الوظائف. بالتالي يجب علينا اتباع السنة النبوية في كيفية شرب الماء، وأيضا نصائح خبراء الصحة. إليكم الطريقة الصحيحة لشرب الماء. عند الشروع في شرب الماء أقول بسم الله، أشرب بيميني، أقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرب جالسا، أطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرب الماء على 3 دفعات. عندما أفرغ من الشرب أقول الحمد لله. بهذه الطريقة أكون قد جمعت حسنات وأفدت جسمي بنفس الوقت. لا ينصح بشرب الماء واقفا لهذه الأسباب: لأنه يسبب عسر الهضم، يزيد فرص بلع الهواء مما يسبب الغازات، قد يسبب تشنجات عضلية في المريء، قد يسبب أضرارا للكلى، حيث شرب الماء واقفا لا يمنح الكلى الوقت الكافي لتنقية شوائب الماء. يشير خبراء الصحة أن شرب الماء وقوفا يؤدي إلى الإضرار بجزء من المريء، فتحصل عندئذ جروح في العاصرة، وهي عضلة تربط المعدة بالمريء، فحين يشرب وهو جالس تكون عضلاته وأعصابه أكثر راحة، بخلاف ما يحدث عند الوقوف. أيضا تجنب شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى تحفيز الكليتين لإخراج الماء الزائد عن طريق إدرار البول، فيجب شرب الماء بتروي وبمعدل كوب أو كوبين في كل ساعة. إذن لهذا السبب نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم على شرب الماء قائما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.